أيها الناس، عمر كمال بنت الجيران طلع قماش. حبايب قلب خوخة، انا كنت متأكدة ان احنا هنصعد. انا بهزر معاكم، انا كنت مرعوبة. هتفضل القارة دي بحكامها من اقذر الحاجات اللي بنواجهها في دوري ابطال افريقيا. كلنا بنشتم في حكم الساحة، ده حكم الراية ألعن، والله ألعن وأدل. بقى يا راجل يا مفتري يا ظالم يا قادر يا جبار، اطرد الواد فيجيتار. الواد مش من هنا، يروح فين؟ طيب من سليفاني، واد غريب عندنا. والله العظيم زي ما كابتن محمد فضل قال ان الواد جراديشار ده محترم ومهذب ومؤدب، ان هو ما شتمش الحكم، ما راحش شتمه بالسلوفيني، ما راحش ضرب. مالك اعصابه ازاي؟ انا مش عارف. الكوره اقسم بالله ما فيها اي حاجه خالص. حرام عليكم، هو احنا عندنا مهاجمين؟ انتوا ترد لنا المهاجم اللي حيلتنا، وكتاب ربنا عيب. طبعا عاجل ورسميا النادي الاهلي بيتاهل الى دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا الحمد لله. ولكن انا عاوز اشيد حاجتين بنفسي وبالمدرب. بنفسي ليه؟ لان انا قلت لكم ان انا متفائله بالمدرب. باين بصيص الامل موجود. مدرب يا جماعه، معرفش الناس اللي عماله تشتم فيه، انتوا تقريبا من قاره اخرى، استحاله تكونوا يعني اتفرجتوا على الماتش. عارفين يعني ايه النادي الاهلي بيلعب بالفرقه الثانيه، بيلعب بعمر كمال وعبد القادر وطاهر محمد طاهر واحمد رمضان بكها، لعيبه اساسا احنا ما كناش بنشوفها غير في المواسم تقريبا. يعني اخر مره الناس دي لعبت عبد القادر وطاهر كان ايام موسيماني. انا مش فاكره لهم ماتش يعني يلعب بالفرقه الثانيه. كتر خيرهم ان هم عاملين الاداء ده. النهارده النجم المباراه الاول احمد عبد القادر. عندك راي خليه لنفسك، هو احمد عبد القادر نجم المباراه. عمر كمال عبد الواحد اللي احنا ماسكينه انا لسه شفت الفيديو اللي قبل اللي فات سكه، انا ما بخافش يجيب جول النهارده. المدرب ده ليه بصمه نفسيه واضحه جدا مع اللعيبه، وده اللي قلته قبل ما النادي الاهلي كان يتحرك ويجيب مدرب. قلت النادي الاهلي محتاج مدرب يتعامل مع اللعيبه نفسيا قبل تكتيكيا، هي مش فيزياء. النهارده المدرب قاعد عمال يحضن اللعيبه وبيحتويهم. ان انت تلاقي محمد علي بن رمضان عمل اسيست النهارده لعمر كمال، ابتدى يشتغل. محمد علي بن رمضان بقاله فتره يعني مش ده اللي احنا مستنيينه من محمد علي بن رمضان. عمر كمال عبد الواحد، احمد عبد القادر، لعيبه فيها بريق من الامل، قصيص كبير من الامل. المدرب ده 10 من 10. المدرب ده هينجح ان شاء الله. انت ما بتلعبش بزيزو، يعني هو بن شرقي وتريزيجيه نزلوا الشوط الثاني مش من اوله كمان، مطرود منك واحد اول دقايق المباراه. ظلم، ظروف المباراه اجبرته على حاجه يلعب ب10 لعيبه من اول بدايه المباراه. بسم الله ما شاء الله، ما تحسش ان النادي الاهلي بيلعب ب10 لعيبه. الشوط الاول كان خنيق الى حد ما، ولكن انت مطرود منك واحد. ظلم، قهر، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. ظروف المباراه يعني خلت الراجل في الظروف دي. انتوا طالعين بقى بتشتموا فيه ليه؟ بناء على راجل بيرفكت، راجل موظف اللعيبه صح، امن الدفاع ياسر، يلا نامن محمد هاني شكري. الناس اللي قاعده بقى عماله تتريق على قصه ان هو طلع محمد علي بن رمضان، وعمالين يقولوا يعني هو لسه عامل اسيست تروح مطلع. حبايب قلب خوخ، احنا لا يعني اجل الامانه الاعلاميه دي كلمه بابا، لكن احنا هنعمل زي كولر بيسيب اللعيبه لحد النهايه لحد اخر الدقايق بيقعوا بدنيا، وبعد كده نيجي نقول اللعيبه بتصاب ازاي واللعيبه مش عارفه تأدي ازاي. طبيعي بيريحهم خلاص، اللي بعده نجدد طاقه ونجدد دم. المدرب ده انا شايفاه بتغييراته لا بجد والله في بصمه انا شايفاه. انا متفائله ريح اللعيبه، لان اللي جاي صعب، اللي جاي محتاج اللعيبه دي اكتر من اللي احنا فيه. احنا داخلين على ايام حرب رباج، لكن النادي الاهلي قدها. انا متفائله، والف مليون مبروك للنادي الاهلي على التاهل. وشكلها كده والله اعلم الاميره ناويه تكون في الجزيره.